السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة مرة أخرى مع فيديو جديد إن شاء الله. اليوم غادي نحضروا الكبدة مشرملة بالطريقة المغربية. وقبل ما نبدأ غادي نشكر جميع اللي اشترك في القناة وجميع الناس اللي كيشاهدوا القناة ديالي وتابوناو معايا وكيشجعوني وكيشوفوا الفيديوهات، وكنشكرهم بزاف بزاف. واللي أول مرة في القناة يشترك ويضغط على الزر على الجرس باش يوصل ليه اي جديد. اذا اليوم غادي نحضروا بحال اللي قلت هاد الكبده مشرمله. كتجي بهاد الطريقه هذه لذيذه. هذه اكله سريعه، يعني شي مره كيكون ما عندناش الوقت ولا بغينا نغيروا نبدلوا، ما بغيناش داكشي يكون زعما هكا الطياب ياخذ لينا وقت كبير، فكنديروا هاد الكبده هذه. انا دائما كنستعملها في ساعات نكون عييت ما فيا ما يطيب شي حاجه بزاف هكا. اذا غادي نشوفوا كيفاش كنحضروا هذه الاكله السريعه واللي هي عندها قيمه غذائيه كبيره. كلشي تعرف الكبده والمزايا ديالها يعني علاش القيمه الغذائيه ديالها. فغادي نمشيو باش نحضروا هذه الاكله هذه. اذا كنحتاجوا الكبده، وانا عندي هنايا حتى واحد القلب هنايا، ممكن نضيفوه ليها، ممكن نديرو غير الكبده بوحدها فقط. غادي نقطع هذا القلب طريفات صغار لانه مادام كيشد طياب شويه اكثر، والكبده غادي نديرها طريفات كبار شويه. صافي غناخذ هذا القلب غادي نقطعو هكا، وغادي نحيد منه هذاك الشحمه وهذاك الدهون اللي زايده، وداك واحد البلايص اللي هما قاصحين ما كيطيبوش في القلب. غادي نحيدهم، غادي نقيه، وغادي نقطعو طريفات هكا صغار شويه. والكبده غادي نقطعها كذلك، ولكن نقطعها طريفات شويه غلاضين عليها بهذا الشكل هذا، بحال هكا، هذا القياس تقريبا. والقلب يكون شويه صغر منها باش يطيبوا لي قد قد. اذا ناخذ قزبر ومعدنوس، وغادي نحتاج كذلك فصوص ديال الثوم. والربيع غادي نحاولوا نقطعوه رقيق ما امكن باش ما بغيناش يبقى باين. هاد المسائل كامله، لا الثومه لا الربيع، كلشي غادي نقطعوه رقيق بزاف. هنا غادي نجيب واحد، هاد المقله اللي غادي نطيب فيها تكون من الاحسن مقله ما كتلصقش، شي اناء ما كيلصقش. وغادي نجيب واحد الحبه ديال الطماطم ولا واحد المطيشه اللي هي متوسطه الحجم. غادي نزول ليها كاع داك الزريعه ديالها وداك اللب ديالها وداك الماء اللي فيها لداخل. ما بغيناش حنا ما حاجتناش بداك الماء اللي فيها، بغينا غير باش دير لنا واحد بحال الشكل هذا، ما نحيدو منها كاع داكشي اللي داخل فيها. هي غادي تطلق لنا واحد التغميره لهذيك الصوص. ديجا راه الكبده كتطلق واحد داك الدم ديالها كيعطي واحد الختوريه للمرق. وهنا عندي العطريه، عندي ملح والابزار، وعندي الكمون، تكون كميه زايده شويه الكمون، البابريكا او التحميره، وعندي الكركم، الخرقوم او الكركم، وعندي سكينجبير او الزنجبيل. يعني هذوما البهارات اللي غادي ندير فيها. زائد غادي نضيف ليها هذاك القزبر معدنوس اللي طحنت، والثوم. وواحد الاضافه بسيطه اللي غنزيدها هي سميتو، هي شويه ديال راس الحانوت، واحد راس معلقه صغيره ديال راس الحانوت، كتعطيها واحد النكهه زوينه لهاد الكبده مشرمله. اذا هذه راس الحانوت كنلقاوها هنايا في الاسواق كتباع، تيسموها ادويه راس الحانوت لان كتكون بحال تيسميوها ادويه راس الحانوت. باش كنلقاوها هنا في المحلات الانترناسيونال، يعني اللي كيجيبوا داكشي ديال الدول ديال الخارج. صافي غنضيف الكبده وداك القلب اللي قطعت، وغادي نمزجهم مزيان، وغادي نخليها واحد ربع ساعه كتشرب هذاك نخليها في هاد العطريه هذه تتشرب واحد 15 دقيقه هكاك، ربع ساعه. نخليها كتشرب شويه. غادي نضيف فقط الزيت، ناخذ قليل من زيت الزيتون، شي 2 ولا 3 المعالق ديال زيت الزيتون، ونغطيها ونخليها على جنب كتشرب شويه حتى كتشرب ديك العطريه، عاد كنردها تبدا طيب.
اذا هنايا كنردوها على نار متوسطه في الاول مع التقليب مره بيان سيغ ديك المقله ما كتلصقش اللي عندي، ولكن ضروري ما خصنا نقلبوها هكا شويه مره. انا درت الكميه اللي غادي تكفينا، يعني حنايا ماشي بزاف، فكل واحد كيدير الكميه اللي غادي تكفيه. زعما الكميه اللي كتحس تبقى على حسب افراد الاسره والناس اللي غادي ياكلوا هذيك الوجبه هذيك. اذا منين كتشحر شي شويه كنبقى نحركها مره بهذا الشكل هذا، كنقص عليها شويه من النار، كنخفض النار شي شويه، نخليها يعني قليله، وغادي نزيد فقط واحد الربع كأس ديال الماء غير باش يطيب فيه داك الطريفات ديال القلب، ونخليو النار متوسطه الى مهيله. كنشدو عليها واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه، وكتكون الوصفه ديالنا واجده. نقدروا نديروا فيها الفلفله حاره الا بغينا، نقدروا نديروا فيها شويه ديال هذيك الفلفله حاره مطحونه الا بغينا، اللي كيعجبو الحار هذا اختياري. اذا ها هي درت فيها انا واحد الفلفله حاره، كنت شويتها في الاول، درتها في الفرن حتى تشوات، وعاد زدتها عليها، كتجي حتى هي بهذه الطريقه زوينه. اذا الوصفه ديالنا تتجي على هذا الشكل، تنقدموها بالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو بيان سور ديروا لايك، واللي اول مره في القناه يشترك في القناه. وشكرا كثير على المشاهده، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.